في صباح الاثنين 30 جمادى الآخرة 986 هجرية الموافق 4 من أغسطس 1578 ميلادية. وقف السلطان عبد الملك يحرض الجيش على القتال، ولم يأل القسيس والرهبان جيدا في إثارة حماس جند أوروبا، مذكرين أن الباب أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب. وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إذانا ببدء المعركة، وبرغم تدهور صحة السلطان عبد الملك الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مراكش إلى القصر الكبير خرج بنفسه ليصد الهجوم الأول، ولكن المرض غلبه فعاد إلى محفته، وما هي إلا لحظات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ومات وهو واضع سبابته على فمه شيرا أن يكتم الأمر حتى يتم النصر ولا يضطرب. وكذلك كان، فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه وأخوه أحمد المنصور، ومال أحمد المنصور بمقدمة الجيش على مؤخرة البرتغاليين وأوقدت النار في بارود البرتغاليين، واتجهت موجة مهاجمة ضد رماتهم أيضا، فلم يقف البرتغاليون لقوة الصدمة، فتهالك قسم منهم صرعى، وولى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي المخازن، فإذا هي أثر بعد عين نسفها المسلمون، فارتموا بالنهر فغرق من غرق، وأسر من أسر، وقتل من قتل. وصرع سيبستيان وألوف من حوله بعد أن أبدى صودا وشجاعة تذكر، وحاول المتوكل الخائن الفرار شمالا فوقع غرقا في نهر وادي المخازن، ووجدت جثته طافية على الماء، فسلخ وملء تابنا وطيف به في أرجاء المغرب حتى تمزق وتفسخ. دامت المعركة 4 ساعات وثلث الساعة، ولم يكن النصر فيها مصادفة، بل لمعنويات عالية، ونفوس شعرت بالمسؤولية، ولخطة مدروسة مقررة محكمة. انجلت المعركة عن نصر خالد في تاريخ الإسلام. لقي في هذه المعركة 3 ملوك حتفهم هم عبد الملك وسيباستيان والمتوكل، ولذا عرفت بمعركة الملوك ال3. وفقدت البرتغال في هذه الساعات ملكها وجيشها ورجال دولتها، ولم يبق من العائلة المالكة إلا شخص واحد، فاستغل فيليب الثاني ملك أسبانيا الفرصة وضم البرتغال إلى تاجه سنة 988 يساوي 1580 ميلادية، وورث أحمد المنصور العرش السعدي في فاس، وأرسل سفارة إلى السلطان العثماني يعرض عليه فيها انضمام دولته لدولة الخلافة العثمانية.